باريس سان جيرمان يتلقى ضربة قوية بتأكد غياب عثمان ديمبيلي لمدة 6 أسابيع بسبب الإصابة، ما يعني عدم مشاركته أمام أتلانتا في دوري أبطال أوروبا والكلاسيكو ضد مارسيليا. كما يغيب ديزيري دوي عن مواجهة أتلانتا بعد إصابته مع منتخب فرنسا، ليتلقى المدرب لويس إنريكي صدمة مزدوجة قبل مباراتين في غاية الأهمية محلياً وأوروبياً. أعلنت تقارير إعلامية عن عقوبات قاسية ضد لاعبي إنتر ميامي بعد خسارتهم نهائي كأس الدوريات 3-0 أمام سياتل ساوندرز. لويس سواريز إيقاف 6 مباريات بسبب البصق على أحد أعضاء الجهاز الفني لسياتل. سيرجيو بوسكيتس إيقاف مباراتين للسلوك العنيف. توماس أفيليس إيقاف 3 مباريات. وبذلك يغيب ثلاثي عن النسخة المقبلة من البطولة. سواريز اعتذر عن تصرفه مؤكدا ندمه، بينما أصدر النادي بيانا يرفض فيه ما حدث ويشدد على التزامه بالقيم الرياضية. أبدى باتريك دورغو لاعب مانشستر يونايتد ومنتخب الدنمارك دهشته من رحيل زميله راسموس هويلاند عن أولد ترافورد هذا الصيف، وانتقل هويلاند إلى نابولي على سبيل الإعارة مع بند إلزام الشراء حال تأهل النادي الإيطالي لدوري أبطال أوروبا في صفقة قيمتها 43 مليون جنيه استرليني تقريباً. دورغو أوضح أنه كان يتوقع رحيل كريستيان إريكسن، لكن مغادرة هويلاند كانت صادمة، مؤكدا أنه تحدث معه كثيرا خلال تلك الفترة، متمنيا لقاءه مجددا في معسكرات المنتخب الوطني. قال حسام حسن مدرب المنتخب المصري إنه يعد المصريين بالتأهل لكأس العالم 2026، وذلك بعد فوز الفراعنة على أثيوبيا بهدفين نظيفين بالجولة السابعة من تصفيات البطولة مساء الجمعة. وأضاف حسام حسن خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: مبروك للشعب المصري الفوز على أثيوبيا، وكل مباراة نفوز بها خطوة لتحقيق حلم الصعود للمونديال. أعد بتحقيق نتيجة إيجابية أمام بوركينا فاسو، والكرة الإفريقية أصبح ليس بها منتخبات ضعيفة. وتابع: منتخب أثيوبيا يمتلك لاعبين متميزين، ولكن نجحنا في السيطرة على المباراة وتسجيل هدفين فعلا من ركلتي جزاء، ولكن المنتخب أضاع العديد من الفرص بسبب غياب التوفيق معنا. وأكمل: منتخب مصر جاهز لمواجهة بوركينا في عقر داره. مصر لم تصل كأس العالم إلا 3 مرات، وهذا أمر لا يليق، وأعد بالوصول للمرة الرابعة. قبل مواجهة فالنسيا يوم 14 سبتمبر، يواجه برشلونة أزمة إصابات جديدة، حيث تأكد غياب أليخاندرو بالدي إصابة عضلية، وجافي كدمة في الركبة. في المقابل، يترقب الجهاز الطبي موقف فرينكي دي يونغ الذي غادر معسكر هولندا بسبب انزعاج في عضلة الأرداف، ولامين يامال الذي يعاني من آلام خفيفة في الظهر. المباراة المرتقبة على ملعب يوهان كرويف ستكون أول اختبار لبرشلونة على أرضه في الموسم الجديد، وسط تحديات كبيرة للمدرب هانس فليك مع هذه الغيابات المؤثرة. أعرب كيليان مبابي قائد منتخب فرنسا عن سعادته بالفوز على أوكرانيا 2-0 في افتتاح تصفيات كأس العالم 2026، مؤكدا أن الانتصار يمنح الفريق دفعة قوية منذ البداية. مبابي أشار إلى أن المنتخب الأوكراني لم يستسلم، وأن فريقه واجه لحظات ارتباك في الشوط الثاني، لكنه شدد على أن السيطرة كانت فرنسية في النهاية. كما أكد انسجامه مع زملائه في الهجوم وقدرتهم على خلق العديد من الفرص، مشيرا إلى أن الفريق كان قادرا على توسيع الفارق. وعن معادلته رقم تييري أونري كثاني أفضل هداف في تاريخ فرنسا ب51 هدفا، قال مبابي إنه يشعر بالفخر ويطمح لتجاوز أونري ومواصلة تحطيم الأرقام وحصد الألقاب. بعد انتقال إنيغو مارتينيز إلى النصر السعودي، يكثف برشلونة بحثه عن قلب دفاع أيسر لتعويضه وسط غموض مستقبل كريستنسن وأراوخو. أبرز الأسماء المرشحة: غونزالو إيناسيو، سبورتينغ لشبونة، 24 عاما. موريلو دوس سانتوس، نوتنغهام فورست، 23 عاما. لويس بينيديتي، بالميراس، 19 عاما. مارجياهي، كريستال بالاس، 25 عاما. لوتاس بيرالدو، باريس سان جيرمان، 21 عاما. المدرب هانس فليك يعتمد حاليا على باو كوبارسي، أراوخو، كريستنسن، إريك غارسيا وجيرارد مارتن،
الذي يتم تجربته كقلب دفاع أيسر. برشلونة يدرس الموقف بعناية مع احتمالية تمديد عقد إيريك غارسيا، بينما مستقبل كريستنسن غير محسوم، وأراوخو قد يفكر في الرحيل رغم عقده الممتد حتى 2031. رغم إنفاق مانشستر يونايتد الكبير هذا الصيف، أبدى المدرب روبن أموريم اهتماماً بضم المهاجم أنطوان سيمينيو من بورنموث، حيث التقى به شخصياً وأجرى معه محادثات مباشرة حسب ما كشفت شبكة سكاي سبورتس. لكن بورنموث أظهر تمسكه باللاعب بعدما وقع سيمينيو عقداً جديداً مع النادي في ملعب فايتاليتي. المهاجم الغاني المنتقل من بريستول سيتي في يناير 2023 سجل 24 هدفاً في 93 مباراة مع بورنموث، بينها 11 هدفاً في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي. البرتغالي أوتافيو أنهى رسمياً مسيرته مع النصر بعد اتفاق ودي مع إدارة النادي، ممهداً لانتقاله إلى القادسية. رحيله جاء عقب استبعاده من قائمة المعسكر التحضيري بقرار من المدرب جورجي جيسوس، حيث طالب بالحصول على قيمة عامه الثالث 18 مليون يورو، لكن الطرفين توصلا إلى تسوية مالية يحصل بموجبها على 11 مليون يورو. أوتافيو أجرى الفحص الطبي ووقع عقداً يمتد لموسمين مع القادسية براتب إجمالي يبلغ 28.5 مليون يورو. اللاعب كان قد انضم للنصر في صيف 2023 من بورتو مقابل 60 مليون يورو، وخاض 84 مباراة سجل خلالها 12 هدفاً وصنع 16 تمريرة حاسمة. غادر ديزيري دوي لاعب وسط باريس سان جيرمان معسكر منتخب فرنسا بعد إصابته في عضلة الساق خلال مباراة أوكرانيا، حيث خرج بين الشوطين وعاد إلى ناديه لإجراء فحوصات طبية. اللاعب البالغ من العمر 20 عاماً ينضم إلى زميله عثمان ديمبلي الذي غادر أيضاً بسبب إصابة عضلية في الفخذ، ليغيب الثنائي عن استكمال التوقف الدولي الحالي مع المنتخب الفرنسي. الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو أكد أن نادي أرسنال لا ينوي مطلقاً التفريط في خدمات البلجيكي لياندرو تروسارد رغم ارتباط اسمه بالانتقال إلى بيشكتاش التركي. تروسارد كان قد وافق على توقيع عقد جديد مع الجانرز في أغسطس الماضي يمتد حتى يونيو 2026، ما يغلق الباب أمام أي مفاوضات لرحيله. ويعد اللاعب أحد العناصر الهجومية الأساسية في تشكيلة المدرب ميكال أرتيتا منذ قدومه من برايتون. كشفت تقارير صحفية عن رغبة القادسية السعودي في التعاقد مع عبد الرحمن العبود نجم الاتحاد، حيث دخل النادي في مفاوضات رسمية لضمه خلال الميركاتو الصيفي. العبود سيدخل الفترة الحرة في يناير المقبل، ما يمنحه الحق في التوقيع لأي ناد دون الرجوع للاتحاد. اللاعب شارك الموسم الماضي في 34 مباراة، سجل خلالها 8 أهداف وقدم 8 تمريرات حاسمة. الإعلامي أحمد حسن كشف أن ياسين مرعي لاعب الأهلي سيخضع لأشعة جديدة لتحديد موقعه من المشاركة أمام أنبي يوم 14 سبتمبر ضمن الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز، وأكد أن باقي المصابين في الأهلي سيواصلون الغياب، فيما تأتي هذه التطورات بعد خسارة الفريق أمام بيراميدز 2-0 في الجولة الماضية. رفع نادي طرابزونسبور التركي عرضه للتعاقد مع الحارس الكاميروني أندري أونانا من مانشستر يونايتد في محاولة لتعزيز مركز حراسة المرمى بلاعب صاحب خبرة أوروبية كبيرة. أونانا الذي انضم لليونايتد في 2023 قادما من إنتر ميلان يرتبط بعقد حتى يونيو 2028، ما يجعل الصفقة معقدة إلا بموافقة إدارة النادي الإنجليزي. ورغم ذلك أشارت تقارير صحفية سابقة إلى أن اليونايتد منفتح لبيع اللاعب بعد تراجع مستواه مؤخرا. حسم نادي النصر صفقة المهاجم هارون كامارا قادما من الشباب مقابل 15 مليون ريال بتوصية من المدرب جورجي جيسوس، ووقع اللاعب عقدا لمدة 3 مواسم براتب سنوي 7.5 مليون ريال ليصبح من أبرز الصفقات المحلية هذا الصيف. كامارا شارك مباشرة في تدريبات الفريق بعد التوقيع،
بانتظار الإعلان الرسمي من إدارة النصر. المهاجم صاحب 27 عاماً سبق له اللعب مع القادسية والاتحاد والاتفاق، وخاض 182 مباراة، سجل خلالها 34 هدفاً وصنع 15 هدفاً. برشلونة يحصل على موافقة رابطة الدوري الإسباني لقيد السويدي روني بارجي رسمياً بالقميص رقم 28 وبطاقة لاعب من الرديف ليصبح متاحاً أمام المدرب هانز فليك في مواجهة فالنسيا يوم 14 سبتمبر. إجراءات التسجيل جاءت بعد إنهاء ملف التأشيرة والحصول على موافقة الليغا مع ضمان مالي مؤقت يراعي قواعد اللعب المالي النظيف، وبهذا سيكون بارجي إضافة هجومية جديدة لبرشلونة ابتداء من مباراة فالنسيا في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني. ذكرت إذاعة كادينا سير أن تياغو الكانتيرا بات قريباً من العودة إلى برشلونة، لكن هذه المرة كعضو في الجهاز الفني لهانز فليك. ووفقاً لموندو ديبورتيفو، سيشغل تياغو دور المساعد الفني خلال الموسم الحالي، في خطوة تهدف لتعزيز استقرار الجهاز الفني بعد بداية غير مستقرة. يذكر أن تياغو سبق له العمل مع فليك خلال فترة التحضيرات الصيفية قبل أن يغادر الطاقم في 16 أغسطس 2024 عقب استكمال تكوينه التدريبي، حيث رافق الفريق في الجولة الأمريكية قبل أن يخلفه أرناو بلانكو.